سبحان الله، سووا السيارة عبرت قدامهم. جريمة مقتل المقدم ليث الحيالي مدير استخبارات الفرقة الثامنة في الجيش العراقي تهز العراق وتشهر مواقع التواصل الاجتماعي. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت بخبر مقتل المقدم ليث الحيالي مدير استخبارات الفرقة الثامنة في الجيش العراقي أثناء تأدية واجبه في محافظة كركوك، حيث كانت وفاته نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي، وأسفرت عن مقتل المقدم ليث الحيالي وإصابة أكثر من 4 آخرين كانوا برفقته أصيبوا بجراح خطيرة وتم نقلهم للمستشفى. نتمنى ليهم الشفاء العاجل بإذن الله. والأجهزة الأمنية العراقية باشرت التحقيقات وفتحت التحقيق حول هذه الجريمة البشعة، وأيضا كثفت من عمليات البحث والتحري من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن. وهذه الجريمة شكلت حالة من الصدمة في الشارع العراقي، وأيضا في محافظة ديالى محافظة المقدم ليث الحيالي، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي هناك حالة كبيرة جدا من الحزن وحالة من الصدمة على استشهاد المقدم ليث الحيالي. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. إلى اللقاء، فيديو جديد وخبر جديد.